لقيت 6 عاملات زراعيات مصرعهن وأصيبت أخريات بجروح خطيرة إثر انقلاب شاحنة صغيرة كانت تقلهن بجماعة سبت القردان ضواحي تارودانت نتيجة انفجار إحدى العجلات. الحادثة كشفت عن ظروف عمل ونقل قاسية وغير آمنة من قبل الجهة المشغلة، ما دفع نقابة القطاع الفلاحي لاستنكار إهمالها وتحميلها المسؤولية والمطالبة بفتح تحقيق عاجل وتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العاملات. سمعوا في هذا الإطار لإدريس عدة نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. فعلا كنتابعوا في الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي تجدد المأساة ديال العاملات والعمال الزراعيين على اثر حادثه مقتل 6 عاملات زراعيات في المنطقه المحاذيه لتارودانت مره اخرى، وللاسف هذه المره كعاملات في احدى الشركات يعني الملتي ناسيونال، يعني الشركات الدوليه اللي مازال كتنقل العاملات في البيكوب، ومازال العاملات يروحوا ضحيه ديال انفجار عجله ديال هذا البيكوب هذه، وعائلات كتمس في السلامه ديالها بل في الروح ديالها. بالنسبه لنا في الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي كنعتبروا على ان هذه المأساة باقا غادا تجدد وباقا غادا تستمر لاستمرار الشروط ديالها، ولعجز الدوله لحد الساعه عن التدخل بالشكل المطلوب للحد من الازهاق حوالي 60 روح ديال عامله وعامل زراعي سنويا في مثل هذه الكوارث. كذلك غادي يستمر هذا الشيء نتيجه لاستمرار الدوله والباترونات في الاخلال بالالتزامات ديالهم، سواء الالتزامات اللي كانت في الحوار الاجتماعي لتحسين ظروف العمل والدخل ديال هاد الاجراء هادو واللي كيشتغلوا في ظروف العبيد فعلا، او لا كذلك التزامات اللي عبر عليها وزير الفلاحه بمناسبه اجتماع على مستوى الجهه ديال سوس مسا في 13 شهر 12، واللي كانت على اثر انتفاضه ديال العاملات وعمال الموقف في شتوكة بها، وتلقينا واحد العدد من الوعود اللي لا اعتقد على انها دخلت حيز التنفيذ، لان الاثر ديالها على مستوى الواقع غير موجود لحد الساعه. اليوم احنا في الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي ما يمكن لنا الا ان ندين يعني باشد العبارات استمرار هذه المجزره في حق العاملات والعمال الزراعيين في المنطقه وعلى الصعيد الوطني. ما يمكن لنا الا نحملوا المسؤوليه للباترونه الجشعه، اقول الجشعه، وكذلك الدوله في التراخي ديالها والسماح باستمرار هذه المآسي على مرأى ومسمع من كاع الجهات المكلفه بالامن والمكلفه بالسير والجولان، وكذلك الجهات المكلفه بانفاذ القانون. بالنسبه لنا في الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي كنعتبروا على ان وجوب التعبئه ديال كاع المتدخلين الحقوقيين والسياسيين والاجتماعيين للتصدي لاستمرار هذه الآفة في البلاد ديالنا، استمرار تقديم الارباح على الارواح.